ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل الكباب التركي بطريقه مفيش اسهل ولا ألذ من كده. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. ويلا نبدا. اولا العصايات الخشب اللي استخدمتها لقيتها طويله شويه، قصيتها نصين بالشكل ده وتنقعيها في ميه نص ساعه قبل ما تستخدميها علشان ما تتحرقش مننا في الفرن. الخضار اللي استخدمته بصلتين وسط، 4 فصاص توم، فلفلاية رومي حمرا وفلفلاية رومي خضرا. قطعنا بقى كله وحطيناه في محضرة الطعام وحطيت عليها رشة ملح بالشكل ده وفروميهم كويس قوي. مش هنستخدمهم كده على طول، لا هنعصرهم كويس، احنا مش عايزين اي ميات في الكفتة بتاعتنا النهاردة. حتى الخضار قبل ما تستخدميه بعد ما اتغسل طبعا نشفيه كويس قوي. الفراخ نفسها بعد ما غسلتيها نشفيها كويس قوي. عصرت بقى البصل كويس كده واخدت ادي شكله بعد ما اتعصر. اخدت ميه البصل حطيت عليها معلقتين زيت وقسمتهم في طبقين، هتشوفي ليه دلوقتي. بعد كده في المحضره بقى حطيت 200 جرام دهن ضاني. لو تحبي تستخدمي دهن لحمه عادي براحتك. ودي الفراخ اللي استخدمناها حوالي كيلو ونص، 4 صدور واتنين اوراك. طبعا الاوراك بتبقى فيها نسبه دهون شويه فتدي للكفتة طراوة كده، لأن طبعا الصدور بتبقى ناشفة أوي ما فيهاش أي نسبة دهن. فرمت بقى الفراخ كويس أوي في المحضرة كده وبعدين أخدتها في بولة بره وضفت لها البصل اللي احنا عصرناه ده والفلفل بالشكل ده، وحطيت لها بقدونس متقطع صغير أوي ونشفيه برضو كويس جدا. حطيت 4 معالق كبار، وبعد كده معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بابريكا، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة توابل فراخ، و3 معالق كبار دقيق. وانتي بتعجني الكفتة لو حسيتي ان هي محتاجة دقيق تاني اديها معلقة كمان. وحطيت بقى بشر ليمونة، الجلد الاصفر كده بتاع الليمونة بس تبشريه بالمبشرة بالناحية الضيقة وتحطيه للكفتة، هيديها ريحة حلوة قوي. خلصت بقى كده الكفتة عجنتها كويس، هتدخليها التلاجة لمدة ساعة. أنا استخدمت 2 صاج كبار حطيت فيهم ورق زبدة بالشكل ده. ادي بقى مية البصل، في طبق منهم هنستخدمه للعجن كده والطبق التاني خليه نضيف دلوقتي. هتبلبلي ايدك في مية البصل وتعجني بقى، تاخدي كرة كده من الكفتة وتعمليها تصبعيها بالشكل ده. ادي كده شكلها. كل مرة بقى تعملي نفس الحكاية، انك تبلبلي ايدك في مية البصل وبعدين تصبعي الكفتة وتحطي. الفرن دلوقتي مشغلينه على درجة حرارة 200، هنحطها على الرف الوسطاني. ادي بقى اول صاج عملته وبعدين عملت الصاج التاني. السلطة اللي هنعملها بصلتين من البصل الأحمر هتقطعيها شرايح رقيقة بالشكل ده كده، وفلفلتين أو 3 رومي كده كبار هنقطعها شرايح. ولو تحبي بقى إن هي تبقى سبايسي حطي فلفلاية حراقة. حطيت الفلفل والبصل ورشة ملح ورشة فلفل أسود ونص معلقة سماق، بيديها بقى طعم حلو قوي قوي. حطيت بقى السماق اهو، وتعملي بقى البصل بالطريقة دي كده، الطريقة دي بتديله طعم جميل. وحطيت شوية بقدونس وندخله التلاجة لحد الكفتة ما تستوي. عملت بقى تومية سريعة كده، احنا عملنا قبل كده التومية المظبوطة يعني، بس دي المرة دي سريعة. علبة زبادي صغيرة عليها معلقتين مايونيز، عليها فصين توم مفرومين، عصير نص ليمونة، رشة ملح، رشة فلفل اسود، ومعلقة من مية المخلل، مخلل فلفل او مخلل خيار، اي نوع مخلل عندك حطي معلقة واحدة زي ما انت شايفة كده. قلبتها بقى كويس كده وحطيتها في طبق صغير وركنتها في التلاجة دلوقتي لحد الكفتة ما تستوي بقى وتطلع للتقديم. ادي شكلها. في طاسة على النار بقى فيها معلقتين زيت، حطيت فصين توم مفرومين، ولما يعني ريحتهم طلعت كده حطيت معلقتين صلصة طماطم ومعلقتين كاتشب، وتقلبي بقى شوية كده دقيقتين. وبعدين هنضيف لهم مية البصل اللي ركناها، الطبق بقى اللي قلنا نركنه دلوقتي نضيف اهو حطيناه بقى دلوقتي، ورشة ملح ورشة فلفل اسود وبابريكا نص معلقة صغيرة. وحطيت بقى أنا عشان عايزاها سبايسي حطيت نص معلقة شطة، ودي اختياري براحتك بقى فيها. حطيت بقى سبت الصوص ده كده دقيقتين 3 يغلي، ولما غلى كويس كده تنزليه. الكفتة دخلتها ربع ساعة الفرن، لما تماسكت كده طلعتها ودهنتها بالصوص اللي عملناه، صوص الطماطم اللي عملناه ده. وبعدين تقلبيها الناحية التانية وتدهني برضو الناحية التانية بالصوص وتدخليها بقى الفرن تاني. يعني احنا الأول سيبناها ربع ساعة، لما تماسكت ونقدر نقلبها
بعد كده تدخليها تسيبيها حوالي نص ساعة. والصاج التاني برضو بنفس الطريقة دهنته وبعدين قلبت ودهنت الناحية التانية، وتدخليها الفرن تاني. الصينية بقى اللي هقدم عليها حطيت العيش البلدي الحلو بتاعنا كده، وبعدين دهنت العيش بقى كله بالصوص اللي عملناه، بيدي طعم حلو قوي للعيش. والسلطة بقى اللي عملناها ودخلناها التلاجة دلوقتي هنطلعها نفردها على العيش بالشكل ده، ونقدم عليها الكفتة بتاعتنا. الكفتة بقى طلعت من الفرن اهي، تطلعيها بقى من الستيك الخشب، من العصاية الخشب دي يعني، طلعيها بالشكل ده وقدميها بقى. انا عملتها بقى كده ايه، ليها يعني كذا طريقة للتقديم. ادي طريقة ممكن تحطيها، ادي التومية بقى هي طلعناها من التلاجة، تلفيها في العيش كده بشوية سلطة وتومية كده بالشكل ده، طعمها جميل جدا. طلعت عيش بقى سوري من الفريزر وعملت كده برضو بطريقة تانية، حطيت تومية الأول وحطيت شوية سلطة من اللي احنا عاملينها، وبعدين حطيت الكفتة كده وعملت رول بالطريقة دي، طريقة بسيطة خالص بس طعمها طلع حلو جدا. ادي كده عملت كذا واحدة. بنفس الطريقة بقى قرري كده، حطي تومية وحطي سلطة وبعدين حطي صباع كفتة أو صباعين، لو تحبي كمان تحطي صلصة من صلصة الطماطم اللي احنا عاملينها برضو هتبقى حلوة. وعلى الجريل كده حطيت معلقة زيت، وحطيت الساندوتشات دي كده تتحمص دقيقتين من كل ناحية كده بقى لونها جميل، وتقدميها. ادي طريقة تانية للتقديم، يبقى بالعيش البلدي او بالعيش السوري، او قدمتها كده مع رز ابيض، لذيذة جدا وطعمها. هفتح لك بقى الساندوتش من جوه كده وشوفي شكله، وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.